السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناة يوميات إيمي. تعالوا ما أقولكم على تجربتي داخل فندق جرين بالاس، وده موجود في محافظة مرسى مطروح. عنوانه شارع حي الدولار، متفرع من شارع مسجد العوام، يعني منطقة العوام. وكمان على ناصيته الفندق بيكون موجود بنزينة مصر. هو طبعا قريب جدا من سوق ليبيا، يعني عشان خاطر تروح سوق ليبيا ممكن تمشي على رجليك حوالي 5 دقايق. كالعادة كده ما بحب اروح مكان بحب اعمل لكم ريفيو واقول لكم المكان كويس ولا لا، ارشحه لكم ان انتوا تروحوه ولا لا. فطبعا للامانه هقول لكم كل حاجه انا جربتها هناك. المكان انا كنت طالعه، ده رحله كنت طالعاها لمده 5 ايام مع اسرتي. طبعا هناك الرحلة كانت شاملة الانتقالات، وكانت شاملة كمان الفطار والغدا. المكان اللي انا صورته لكم ده كان مكان الافطار والغدا، مكان ما بنحصل على الوجبات بتاعتنا، وده كده كمان الريسبشن بتاع الاوتيل. تعالوا يلا بقى نطلع نشوف شكل كده ايه المكان من فوق عامل ازاي. هو طبعا فندق جرين بالاس هو عمارة فندقية. العمارة دي بيكون جواها شقق كده سكنية متقسمة لغرف، والغرف طبعا على حسب ما انت بتكون حاجز لعدد افراد اسرتك، لو انتوا عايزينها سرير او 2 او 3 او 4. انا صورت لكم كل الغرف اللي موجوده والمتاحه، يعني اللي عرفت اصورها. ده شكل التويليت على الطبيعه اللي احنا كنا قاعدين فيها. طبعا هو معجبنيش خالص بالمره، بس طبعا ايه على قد فلوسه. متوفر طبعا، في عندهم تلاجة، في عندهم شاشه تلفزيون، في عندهم شماعة، في غرف بيبقى فيها شباك كبير، وفي غرف بيبقى فيها البلكونات الكبيرة. فتحت الشباك وحبيت ان انا اصور لكم شكل الشارع من تحت. طبعا قدام الاوتيل في عمارات اهي قدامكم، وتحت طبعا بيبقى عاملين قاعدة لطيفة تحت الأوتيل. دي غرفة تانية حبيت برضو ان انا اصورها لكم، فيها اهي 3 سراير، وكمان البلكونة بتاعتها كبيرة وقعدتها حلوة، وقعدتها بتبقى لطيفة جدا بالليل. زي ما قلت لكم المكان ده موجود في شارع حي الدولار، متفرع من شارع مسجد العوام، دي منطقة العوام يا جماعة، وقريب من سوق ليبيا. غرفة كمان داخلين اهو بنتفرج عليها. هنا شكل التويليت كان شكله أظرف شوية من الغرف التانية. طبعا زي ما قلت لكم هو الأوتيل ده على قد فلوسه. الأوض يا جماعة يعني لو حبيت أقول ريفيو يعني بأمانة، الأوض مش نظيفة. كمان الناس اللي بتشتغل هناك، الستاف اللي موجود هناك، هما اللي بيعلقوا الأسانسير في الأدوار عشان الناس تطلع السلم. يعني ممكن يكون حد عايز يطلع وتلاقيه يعلقوا الأسانسير، ودي حاجة ما كانتش من الحاجات اللطيفة اللي أنا لاحظتها هناك. كمان الأوض مش بتتمسح، ولا الفرش بتاع السراير بيتغير، ولما تطلبي طبعا من حد من الاستاف ان هو يجي يغير الكوفرتات او الملايات، فكانوا يقولوا لك حاضر، وبيريحوا الدنيا وما بيعملوش حاجه. ودي كانت حاجه من الحاجات اللي ما كانتش بصراحه عجباني يعني. طبعا تنظيم دخول وخروج الضيوف يكاد يكون غير موجود، يعني غير منظمين خالص. طبعا اسانسير واحد بس هو اللي بيخدم ال6 ادوار. اللي حبيت كمان ان انا اصور لكم شكل الاكل الفطار والغدا. طبعا ده كان نموذج اللي انا صورته، نموذج مش كل الايام. الاكل هناك بامانه هو متوسط الجوده والطعم، يعني الكميات هناك صغيره. كمان كان في صرف صحي طافح قدام مدخل الفندق، ودي كانت حاجه مش لطيفه. لو انت حاجز غرفة يا غرفتين عايز فيهم تكييفين، فبيوفروا لك واحد بتكييف والتاني بيكون بمروحة. انا زي ما قلت لكم بامانه، الحاجه اللي بتعجبني بقول لكم عليها في الفيديو، والحاجه اللي ما بتعجبنيش بقولها لكم بكل امانه. الاوتيل هو على قد فلوسه، لان هو سعره قليل مش سعره كبير. هو طبعا زي ما قلت لكم شامل الانتقالات من القاهرة لمطروح، والعودة والغدا، والانتقالات للبحر في 4 رحلات مجانية توصيل للشواطئ. قلت لكم كده انا طبعا يعني جايبة نموذج من الاكل، ان كان فطار او الغدا. طبعا هو الغدا متغير، بيكون متوفر في الغدا يعني لحمة وفراخ وسمك بالتبادل بين الايام وبعضها. انما الفطار هو وجبته اساسية بيض ومربى، حلاوة وفول.
دول. العيش طبعا بتقدر انت تحصل عليه عادي كميات زي ما انت عايز، انما طبعا الكميات بعد كده هي محدودة. هو اليوم الوحيد اللي حسيت ان هو فيه الكميات كويسة هو اليوم بتاع السمك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة.